انا قلت بقى ايه، هنفتح علبة فسيخ العيد مع بعضينا، وباذن الله هيطلع زي الفل. يلا نسمي بالله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر على ريحة الفسيخ يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. بامانة الفسيخ كاني مش مخللة فسيخ في البيت نهائيا. بصراحة ريحته تحفة، والفسيخ مستوي زي الفل، ولونه وردي وزي الفل، وديكم شايفين. الله أكبر عليه، اللحمة فيه مزبدة وزي العسل. المهم ايه، الفيديو ده مهم جدا. هنشوف ازاي ننظف الفسيخ بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي نحفظه من غير التلاجة يقعد معاكي سنة كاملة، لغاية الفسيخ ما يخلص عندك بره التلاجة وزي الفل. وخصوصا الناس اللي متابعينا، اصدقائي حبايبي اللي متابعينا على القناه، عارفين طريقه حفظ الفسيخ. المهم تعالوا ننضفه الاول ونشوف هنعمل ايه. انا جبت صينيه كده، وجبت حطيت فيها كيس. الكيس ده بقى ايه اللي هياخد الربكه كلها بتاعت ايه تنظيف الفسيخ. واحنا دايما نقول ايه، اهم من الشغل تنظيم الشغل. بس الاول حط لي اللايك الحلو كده عشان الفسيخ الجميل ده، عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. المهم طلعنا الفسيخ وفرشنا فرشتنا كده، ونجيب المقص ونبتدي نقص ايه الفسيخ بتاعنا، ونشيل الراس ونبتدي نقشره. احنا بنجهز كده. احنا دايما نقول ايه، اهم من الشغل تنظيم الشغل. هو ده يا ستي تنظيم الشغل. ويا ريت اللي ما خللتش الفسيخ تلحق تخلله. لسه معانا مده لغايه العيد تقدري تخللي فيها الفسيخ. وديكم شايفين الفسيخ لونه ورد وزي الفل، وبسم الله ما شاء الله، الله اكبر على ريحته. تحفه يا جماعه، تحفه تحفه بامانه. المهم ايه، انا هقعد اشيل كده الراس بتاعته، ونشيل ايه ونقص اي حاجه فيه ونقشره. انا كده بجهز الفسيخ. وهقول لكم على طريقه لو حبيتي تخليه. الناس اللي بتحب تاكل الفسيخ المخلي طريقته سهله وبسيطه جدا، وهوريها لك وهتخليه بايدك وهيطلع معاكي بكل سهوله. بس احنا بصراحه اللي متابعينا على قناتي وعارفين انا بخزنه بالجلد كده. انا وولادي ما بنحبوش ناكله الا كده، وده بيرجع لك انت. المهم ان هوريكي برضو ازاي تخليه بطريقه سهله وبسيطه. خلينا دلوقتي في تقشيره. انا بقشره وبنجهز الحاجه بتاعتنا. ويا ريت تبقى، انا هقول تاني، اللي مش مخلله فسيخ تلحق تخلله، الوقت لسه معانا. وانا هسيب لكم الطريقه بتاعه تخليل الفسيخ، هسيبها لكم على القناه. وادي بصي بخليه ازاي، بسحب اللحمه بايدي كده بيطلع معايا بكل سهوله. تمام كده. وانا هسيب لكم، هقول تاني، هسيب لكم طريقه تخليل الفسيخ، هسيبها لكم في التعليقات. تمام كده. شايفين اللون وردي وجميل ازاي. انا هفضل كده اجهز ايه في الفسيخ بتاعي. وانا قبل كده عملت معاكم سمكيه 3 كيلو، خللتها معاكم وكانت فوق الممتازه. يعني عندكم كذا طريقه، الطريقه اللي تعجبك يا ستي امشي عليها. وانا قايله مقدار الملح لو سمكيتي الكبيره، وقايله لو ازيد من كيلو، ولو كيلو اقل قايله لكم طريقه الملح بتاعته قد ايه المقدار، وتقعد عندك قد ايه. كل حاجه موجوده عندكم على القناه. وديكم شايفين السمك، شوفوا بخليه ازاي بكل سهوله. بتسحبي اللحمه بايدك لتحت كده تطلع معاكي. ادي طريقه ايه لو حبيتي تخلي السمك بتاعك. بس انا هقول لكم تاني، انا ما بخليش السمك، انا بحب اكل الفسيخ بالطريقه دي، اكله بالجلد بتاعه. المهم بعد ما نضفناه، يلا بقى نلم الكيس بقى. شايفين الكيس كانك مش عامله حاجه، وارميه في السله، وهاتي كيس تاني بقى عشان ايه نقص عليه ايه الفسيخ بتاعنا. ادينا احنا كده وضبنا ايه الفسيخ، وهنبتدي ايه نجهزه بقى. ولحمته مزبده وزي الفل. شايفين بخليه ازاي بايدي بكل سهوله. بكل سهوله بطلع اللحمه من الجلده. يعني لو حبيتي تخليه اخليه يا ستي، ده بيرجع لك انت. المهم سبت انا المقص بتاع الخضار ده مش نافع معايا، واصحابي اللي على القناه عارفين المقص بتاع السمك، المقص الحديد ده هو اللي ايه اللي بيخليني بقى ايه اعمل الحاجه ما بتاخدش معايا ثواني. ابتديت اقص السمكه. ديكم شايفين اللحمه بتاعت الفسيخ بتقع ازاي ومزبده وزي الفل. وبالمقص كده ايه، وهقص السمك. اقص السمكيه مثلا الفسيخه كده على 3 قطع 4 قطع، وكل قطعه احولها ايه لقطعتين، عشان واحنا بناكل كده ما يتبهدلش مننا، واللي يمسك قطعه يخلص. انا بصراحه ما احبش اللي ياكل ويسيب في الطبق. تمام كده. المهم انا كده ايه، كل ده احنا بنجهز الفسيخ بتاعنا. وهقول لكم ازاي تحفظيه يقعد عندك زي الفل. شايفين اللحمه بتاعته تشيليها من الجلده بكل سهوله. وهقول تاني، الحقي خليلي الفسيخ، الاسعار بتبقى غاليه جدا على العيد. وانا خللت معاكم البسارية لسه موجوده في السوق وقربت تخلص. انا عملتها معاكم ريه زي الفل. الحقي هاتيها وخلليها، كل ده هينفعك على العيد. الاسعار غاليه جدا. المهم ايه،
ما طولش عليكم، انا قصيت السمك الفسيخ بتاعي بالمقص كده، خلاص انا جهزته كده. قبل انا ما اقصه كده هكون انا علبتي غسلها قبليها، لازم العلبه بتاعتك تكون ناشفه. من شروط حفظ الفسيخ بره التلاجة العلبه تكون ناشفه، ما يكونش فيها اي ميه. وبشويه خل كده عقميها، حط فيها معلقه خل كده ودوبيها في العلبه بتاعتك وكبيها، تبقى انت عقمت العلبه بتاعتك. انا السنه اللي فاتت وريتكم ازاي بعد ما عملت الفسيخ حفظته برطمان. شايفين اللحمه بتتشال معايا ازاي؟ شايفين اللحمه مورده وزي الفل؟ كفايه يا ستي، ده عمايل ايدك، حاجه عاملاها في البيت تاكليها وانت ضمناها. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. المهم بعد انا كده ما جهزت الفسيخ بتاعي، جبت العلبه النظيفه بتاعتي الناشفه دي اللي عاملاها بحبه خل، حطيت فيها شويه زيت وابتديت ارص الفسيخ بتاعي. احط كده طبقه فسيخ وانزل عليها بشويه زيت، طبقه فسيخ وانزل عليها بشويه زيت، لغايه ما نخلص الكميه كلها. بس انا نسيت حاجه على فكره، نسيت الطحينه. انا حطيت الطحينه بعد كده بصراحه، كنت برضو بين الطبقات كده بحط طحينه وزيت. هفضل كده ما اخلص الكميه كلها، وبعد ما اعمل الكميه كلها احط حبه زيت اغرقه في الزيت. بصراحه هو بيحب الزيت، الزيت ده والطحينه بصراحه بيبقى طعمه تحفه بقى، بيتشرب من الفسيخ وبيبقى طعمه زي العسل. وهنعصر عليه حوالي 4 ليمونات كده، وادينا شايفين الفسيخ تحفه ازاي؟ شايفين اللحمه لونها وردي زي الفل. وبعد ما عصرنا الليمون كده وهنحط طحينه ونحط زيت، نقفل العلبه بتاعتنا ونسيبها للعيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، ونيجي على العيد بقى ناكل منها. بس بشرط اخد بشوكه، واللي يفضل معايا في الطبق ما رجعوش في العلبه تاني، يقعد معاكي سنه في الزيت زي ما هو زي الفل، وتاكلي احلى فسيخ في الدنيا. واديكم شايفين الجمال والحلاوه. هقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وهتعملي احلى شويه فسيخ من ايدك، هيطلعوا احلى من فسيخ هلا بكتير. وانا هقول لكم تاني، الحق اعمليه، لسه معانا وقت على العيد. هديلك سمكيه ولا 2، خلي لهم لاولادك يا ست، وهم للبيت خير. ولا تشتري من بره، ولا نقول غالي، ولا نقول طعمه وحش، ولا ريحته معرفش ولا تعبنا منه. حاجه ببيتك ضمناها وزي الفل. وديكم شايفين شكل الفسيخ تحفه وزي العسل. وهقول لكم تاني، الحق هاتيه وهاتي البسارية، ونيجي على العيد يبقى عندنا كل حاجه يا ستي، تاكلوا في اي وقت. يدخل عليك لطيف تطلعي له فسيخ، وبالهنا والشفا مقدما. ومنتظر رايكم في التعليقات.